وفي الآخر عايزة أقول لكم إنه أمريكا زيها زي أي بلد، فيها مجتمعات وفيها طبقات وفيها مناطق حلوة وفيها مناطق وحشة وفيها فرص كويسة وفيها فرص مش كويسة. فولا هي بلد الأحلام، ولا هي في نفس الوقت مكان مش حلو وضلمة والكلام ده كله. ما تسمعوش رأي حد، ما تاخدوش تجربة حد. امشوا انتوا في تجربتكم، وحاولوا ان انتوا تخلوا الطريق بتاعكم مناسب للي انتوا كنتوا بتعملوه قبل كده، وبتحاولوا ان انتوا تبنوا عليه. ناس كتير أوي هنا بتنجح جدًا، وبالعكس بتنجح أكتر كمان من الناس اللي كانت مولودة هنا أو هنا من وهي صغيرة. وفي نفس الوقت أنا برضه مش باشجع حد إن هو يهاجر أو ما يهاجرش، لإني الصراحة شخص باشوف إنه الشخص ممكن ينجح في أي مكان وممكن يفشل في أي مكان. ده بيعتمد أكتر على الشخص والخطوات اللي هو بياخدها في حياته، مش على البلد اللي هو فيها. ولكن برضه أنا حبيت أعمل الفيديو ده لأي حد مثلًا ظروفه خلّته تسافر، أو ظروفه كانت كده، أو هو عايز إن هو يسافر. فعمومًا دي كل النصايح من التجربة بتاعتي. ولو حابين إن أنا أتكلم أكتر في موضوع الهجرة أو موضوع أمريكا أو مثلًا الشغلانات اللي موجودة هنا أو الفرص اللي موجودة هنا، ما عنديش أي مشكلة. اكتبوا لي في الكومنتات، وممكن إن أنا أعمل لكم أجزاء تانية.